السلام عليكم بنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد في روتينات بين البيت والعمل. اليوم رايحين نديرو لي ميني بيتزا كما راكم تشوفوا في الصور. تنجمي ديريها تمتم وتستعمليها، وتنجمي تاني تحتفظي بها لوقت الحاجه، يعني يجوا عندك ضياف يبو تبغي ديريها، يعني انتيا حره وقت الحاجه تلقيها واجده. عندي زوج كيسان تاع ما، ندير الكاس الاول، نزيد كاس زوج، نص كاس زيت، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وتزيديها ملعقة واحدة أخرى ماشي معمرة، ملعقة كبيرة سكر، وتزيدي زوج كيسان تاع فرينة، وتخلطي هاد المكونات مع بعض. أنا استعملت البيتران، خلطهم مليح وخليتهم يرتاحوا لحد اللي تشوفي هذيك الخليط هذاك راه تفاعل، يعني مدة 20 دقيقة. بعد ما تفاعل الخليط تقعدي تزيدي في الفرينه وتعجني، يعني تقدي تستعملي هنا يدك، يعني تنجمي تعجني بيدك حتى تحسي العجينه ملساء، يعني عجينه قابله باش تستعمليها. هنايا راني نعجن فيه، وراني نزيد حسيته بلي خاصه شويه فرينه، غادي نزيده الفرينه حتى نتحصل على عجينه ملساء كما راكم تشوفوا. هذه هي العجينه اللي راني باغيتها. نحطها في سطح العمل، تحسيها تلصق شويه، استعملي فرينه. نحطها في سطح العمل، نقسمها بين زوج، باسكو سطح العمل عندي صغير يليق نقسمها بين زوج، ونستعمل هذه النص الاول. غادي نحلها بالحلال، يعني السمك يكون شويه غليظ، ما يكون مرقيق مغريض، ما ترقيهاش بزاف باش ما تجيكش يابسه، وما تعلضيهاش بزاف باش ما تجيكش تجيك بيتزا، يعني ماشي كيما الخبز. فوالا نحلها وتستعملي نتيا الطابع الحجم اللي راكي باغيته. انايا هنايا الطابع تاع البيتزا تاع عفوا تاع الميني بيتزا مازال ما شريتهش، عندي هاد البلاعه نستعملها دائما في الميني بيتزا. تبغي حجم كبير كبري، يعني هنا كل وحده وش تبغي الحجم. هذه هي الميني بيتزا، شوفوا كيفاش الغلط تاعها. غادي نديرها في البلا ونثقبها شوفوا العجينه كي راها تبان، راها تبان باللي راها باينه باللي راها مريحه ومعجونه مليح. نثقبها ونديرها في الفرن طيب، يعني الطياب تاعها هنا تكون بيضه، يعني ما تحمريهاش بزاف باسكو راكي غادي تعاودي. هنايا شوفوا كيفاش طابت، تنشف علامه. هذه هي كانت لي ميني بيتزا تاعنا، شوفوا جربوها، تجي شابه بزاف، عجينه شابه تقدي تعتمديها في لي بيتزا، كاع انواع لي بيتزا تعتمديها فيهم. نتمنى تجربوها وتردوا لي رايكم في لي كومونتير. انا بعد استعملتها درت استعملتها تمتم، خرجت شابه بزاف، وهنايا تعمريها باش ما تبغي الحشو اللي عندك في الدار. نتمنى تجربوها ومع السلامه.